ما تنتظرش من اللي بيحقد عليك انه يحبك، من البني ادم اللي طول النهار بيغير منك انه في يوم من الايام قال ايه، قلبه هيحن ويرجع، ما يبقاش بيحقد عليك او بيغير منك، لان ده طبع بيبقى في البني ادم، ممكن يتغير بس 1 من مليار في المية. فانصحك لو موجود حد في حياتك بيحقد عليك او بيغير منك، ابعد عنه فورا، وحاول بقدر الامكان ان انت ما تدخلوش في تفاصيل حياتك، لان عيونهم وحشة وانا بخاف عليك. فما تلاقي بني ادم كده، صدقني والله استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقول يا رب احفظني من عينيه، وقول يا رب استرني من عينيه، وحاول ان انت ما تحكيلوش عن اي حاجه موجوده في حياتك، وفي اقرب وقت طلعه بره الدايره القريبه منك، لان وجوده في حياتك هيوجعك بشكل ما تتخيلوش. الوجع ما بيجيش غير من الناس اللي احنا قال ايه بنفكر ان هما بيتمنوا لنا الخير، وهو اصلا قلبهم جواه كل الشر وكل الحقد. ربنا يحفظك من كل بني ادم حقود وغيور.